صبح صبح يا مش افندي. صبح صبح يا استاذ سام سام. جيت انا بقى النهارده، رحت كده فاتح القناه وكده رشش شويه ميه، شغال شويه قران، عشان كده ايه ربنا يفتحها علينا ان شاء الله، ونشوف اي زبون معدي يجي يسمع. قناة ايه وقرآن ايه فتحت ايه وميت ايه انت بتقول ايه؟ يعني لا، مش احنا كده في السلام عليكم. القناة بتاعتنا يعني. اه، القناه بتاعتنا. بس ركز انا ركز ركز معايا، مش مش افندي. مش متعود. انا حاسس ان احنا قاعدين بنهزي كده وبنسجل اللي احنا بنهزيه ايوه، وخلاص، انا فاهم؟ حاسسنا ان احنا في دكان، يعني مثلا تلاقي في ريموت مثلا بتاع تلفزيون مترب. بس هو مفيش تلفزيون في الأوضة دي. لا، في تلفزيون اه بس هو في ما تلفزيون بيشتغلش. يا عم مفيش تلفزيون. يعني ايه في تلفزيون لا، بس التلفزيون ما موجود. بيشتغلش؟ كون هو بيشتغل ولا ما بيشتغلش ده موضوع تاني. بص، كلمني عن الحب. ها؟ الحب. الحب بتاع الليمبي. اه. الحب البوس لا، البوس يعني مش بولو لازم ننزل بيف. الموضوع لدرجة الليمبي، ممكن نرتفع بيه لدرجة ايوه مين بقى؟ مين شاعر رومانسي. لا انا ماليش في الشعر والرومانسية الحاجات دي. طيب انت يعني تكلمني في الحب من غير شعر. مش هينفع. انما احب، انا بحب على روحي. وانا عندي 5 سنين انا بحب على روحي. انا بحب الحب للحب، يعني احب الحب اللي هو الاكشن اللي هو كده، يبقى في حاجة كده بتحصل، فاهم؟ انا عندي ظاهره غريبه جدا في مساله الحب ديت. بس الكلام اللي احنا نقوله ده مراتي ما ينفعش تسمعه، عشان ممكن بعد كده ما اعرفش اسيطر على علاقتنا الزوجيه. طب اذا آه كانت انت مراتك الامريكانيه وانت بتتكلم بالعربي خايف تسمعه، انا بقى لا، ما انت ممكن مراتي اللي تكون بتدردش بتتكلم معاها، عربي. مش وتروح واقع انا واقع اللي مدلدل بتكلم كلام من عربي. بقك غصب عنك، مش. يعني هما مش هيشوفوا؟ ما هو انا مراتي هتشوف ومراتك هتشوف. ما احنا ما نترجمش بقى. هو مراتي كمان مش هنترجم لها. ايوه، بس انت مراتك بتتكلم عربي. انا طب ما انا تقول احد لنفسك. احد أنا- الابيلينج فاكتورز بتاعت مراتي ان هي ما بتتكلمش عربي، ايوه طبعا دي ولو ميزه. ان هي ابتدت تهرش كلام كتير. لا لا مش هينفع الموضوع ده. لا، اسمع اسمع بس اسمع. ال اتفضل. انا اكتشفت ان انا نسيت العلاقات العاطفيه اللي قبل كده. ده حقيقي وانا كمان. مش كده؟ مع ان انا يعني ده انا دخلت، انا بقول لك كنت بحب على روحي في مرحله كده، اللي هي من أولى إعدادي لحد يمكن آخر الجامعة. العلاقات العاطفية دي عمرها ما كانت جد. هي أنت بتبقى فاكر إنها جد وحب وهتتجوزوا وبتحبوا طبيعي. بعض وهتعملوا وبتاع. بس هي العلاقات بقى اللي هي الخيابة بتاعت كل الناس اللي بتخشها وبتعيشها يعني. بس فعلا أنا بعد ما مراتي وقعت في حجري، أنا فعلا مش فاكرهم ومش مهتم بيهم خالص، ولا حتى بلونج اللي هو يا دي كانت علاقة لطيفة، مش قشطة يعني. كانت علاقة. انا فاكر كاركترز، فاكر شخصيات، بس مش فاكر حاله شعوريه معينه. فانا ايوه. بقول لك انا خايف لو مراتي سمعت الكلام ده هتتبسط قوي، وبعد كده هتقول بس ده كده خلاص، ده الواد ده كده ما ان انا ذا ما انا باج. مش عايزهم نتحط في ما الغلطة ينفع. قوي كده. ما انا برضو انا مراتي بقى بتتكلم عربي، فهتفهم وهتتفرج على هتفهم. الحلقة وهتعرف بقى ان مفيش غيرها وكده لا. لا، we cannot مش afford هينفع. we cannot مم. afford مش هينفع ان احنا نبقى اتقلعنا قدامهم كده جامد. يعني لازم برضو في العنترية والتمثيل انه لا 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 زيك زي غيرك وتفرقيش وبتاع. ايوه ايوه بالظبط، هو كده. انا عاجبك اه عاجبك مش عاجبك، ما هو ده اللي مع موجود، ده اللي مع انه عندنا. انا في الواقع في الحقيقه بيني وبين نفسي انا هلبس في الحقيقه. انا ما اقدرش، ما ينفعش استغنى عنها. انا بموت فيها بس مش هينفع اقول لها كده. كده هيركبوا جامد. صح. يعني فاهم. يعني هي عارفه ان هي مفيش غيرها. بس انت لما انا اقولها بقى ان بابليك للناس ويطلع بقى الكلام ده لاي حد، هيبقى موقفهم اقوى بكتير قوي. انت قابلت عم السيد؟ الشخصيه دي عدت عليك؟ مين ايه؟ لا ما ما قابلتش كعبلنيش. كاركتر اسمه عم السيد؟ عم إيه السيد الف لام؟ اه. سيد ايوه. يعني مش عم سيد السيد. بس عم إيه السيد. لا، عم السيد. عم سيد لا ما قابلتوش الحقيقة. يقال يقال ان آم، احمد فؤاد نجم ليه قصيده: عم السيد سيد ليه طالع نازل يلاقي جنيه. اوكي.
فالكاركتر اللي احمد فؤاد نجم كان بيتكلم عنها هي هذا الشخص عم السيد اللي انا قابلته، اللي هو عين بيه يعرفه شخصيا. اللي هو عين بيعرفه ويعرف كويس. اه الظاهر ان انا صداقتي بعين بيه مش بقوة ان انا اجيت انترودوست لعم السيد. يمكن لا انا كنت قريب قوي من عين بيه، وما زلت مم. وانا قريب جدا من عين آه. بيه، بس واضح انه انا ما كنتش هستاهل اللكجري بتاع ان انا اتكعبل في عم السيد. مين بقى عم السيد ده؟ وعم السيد انا مش هقول لك ان احنا كنا اصحاب مثلا، الله يرحمه، بس هو كان راجل كبير قوي في السن. كان بيظهر احيانا، فممكن يقعد معانا ساعه الا ربع ساعه وي... مشغول عم ويكمل السيد. حياته. مشغول عم عم السيد السيد، مشغول. راجل عبد المهم. اه. مره كنت في الصيف وعم السيد كان بيجهز للمصيف. يعني ايه بيجهز للمصيف؟ يعني قابلناه فكان بيتكلم ان هو مثلا انا بيحضر الاسبوع سفرية. اه. الجاي رايح طالع واخد المصيف. مراتي والعيالي ورايحين المصيف. حلو حلو، ده حاجة جميلة. فحاجه حاجه اسره مم. مصريه، طبيعيه بتمارس المصريه بتاعتها. ايه طب انت رايح فين يا عم السيد؟ قال لي انا رايح اسكندريه. إيه طب انت رايح فين في اسكندريه يا عم سيد؟ هو كان بيشتغل في مصنع من المصانع الحكوميه القديمه مش عارف ايه، والمصانع دي زمان كان للناس اللي شغاله فيها كانوا بيعملوا رحلات صيفيه. رحلات صيفية اسمها، رحلات ايوه. صيفيه. الخبر ان هو هيقول للعيله ان هم رايحين اسكندريه. قلت له يعني هم مش عارفين ان كنتوا رايحين مصيف؟ قال لي لا هم عارفين ان احنا رايحين مصيف بس هم فاكرين ان احنا رايحين جمصة. فقلت له بس هي الحاجات دي مش تبقى مترتبة من قبلها بمدة؟ فقال لي اه لا انا هفهمك يا ابني. فانا اي حد كبير في مصر يقول لي يعني يقول لي هفهمك يا ابني دي، انا بقعد كده تسمع. ببقى مؤدب خالص، اه. واللي هو بفتح وداني قول لي يا بابا انا عايز أيوة. اتعلم. اصل هي بتبقى حاجة من الاتنين، يا حاجة جامدة قوي هتطلع حاجة لطيفة، يا حاجة هتطلع خنتريش خرا ما لهاش دعوة ايوه بتفكيرك ولا ليها دعوة بأي معتقدات ليك، ايوه فبتحس ايوه. انها تخاريف رهيبة. ايوه. اتفضل. فهي يعني it's a win-win situation ايوه whatever ايوه، will في come الحالتين. afterwards ده is حقيقي. great. ده حقيقي. فاللي هو انا هفهمك يا ابني فهمني. اتفضل. الجدول بتاع الرحلات الصيفية بيطلع قبل الصيف ب6 شهور، بيطلع من شهر يناير والناس بتحجز. والناس بتعكس. فهو قال لي انا لقيت ان انا لما بيجي الجدول بيبقى كده فيه فلاير فيه مش عارف ايه، فهو بيبقى فيه انت بتدفع برضو شويه، يعني الموظفين بيدفعوا جزء من الموضوع. فهو بيبقى فيه جمصه، كده فيه اسكندريه ومرسى مطروح ومش عارف ايه، وبعد كده فيه شرم الشيخ. دي شرم الشيخ دي بقى اللي هي دي الايه، للاكزيكتيفز. السي سويت الاكزيكتيف كلاس ايوه. والفيرست كلاس بيروحوا ده بقى جمصة وراس البر ومش عارف ايه، ده الحاجات اللي هي رخيصه خالص، اسكندريه مطروح نص نص. حاجه في النص نص. فقال لي انا خدت الفلاير ده واديته للولاد وامهم. فهم طبعا قالوا بس احنا عايزين نروح شرم الشيخ. وطبعا الراجل على قده غلبان مش هيقدر يدفع شرم الشيخ، فراح. وفي نفس الوقت مش عايز يزعلهم، فهو الراجل عم السيد راح حاجز اسكندرية لا، في النص. اللي هي في بيقدر. النص، اه. وراح راجع وقال لهم شرم الشيخ اتملت اعمل ايه؟ يقولوا له احجز اسكندرية، فيروح رايح راجع تاني اسكندرية اتملت اعمل ايه؟ يقولوا له طب احجز بقى جمصة وامرنا لله. اه، عشان نطلع نصيف وخلاص. فيحجز جمصة، يفضل سايبهم من شهر يناير لغاية شهر 6 7 فاكرين ان هم هيصيفوا في جمصة. عشان نوقع المفاجأة، عشان يعمل لهم وبعد كده الابجريد قبل بقى. ما يسافروا بيومين ايوه. يقول لهم في مكان اتفتح في اسكندرية فانا عملت لكم ابجريد. عاش صح. ده راجل، ده عم السيد ده ذكي جدا. عم السيد ده عظيم. عارف يلعبهم، عظيم. عارف يلعبهم. عظيم. عشان يحسسهم انه عمل حاجة فظيعة، وهو ده اللي هو عامله بالاول اصلا وناوي عليه، بس عشان يديهم الاحباط، وبعدين يقول لهم لا بصوا انا ظبطتكم، فيروحوا مبسوطين جدا اكتر من لما كانوا لو رايحين من الاول عارفين انهم رايحين اسكندرية. فده ما لطيف. هو كان يوميها هو كان very high
السعاده بتاعتهم اللي لان هو اول بقى ما بيعرفوا في اخر لحظه ايه ده، احنا جالنا ابجريد، ده احنا محظوظين خالص، يا نهار ابيض رايحين اسكندريه. فانا الراجل ده برضو يعني ايه، القصه دي فضلت ايوه لطيفه دي، ما طلعتش مت... خنتريش يعني. لا كانت قصه جميله. واللي هو قلت انا في يوم من الايام لو بقى عندي اسره، انت عارف ساعتها الواحد كنت بص على حياه الواحد كان اخر واحد حاجه يتخيل ان هو يبقى عنده اسره ويبقى راجل ايوه مسؤول وبتاع، واخد ايوه العيال بيفكر مصيف كده، بيفكر تفكير عم السيد. انا بالنسبه لي اللي عم السيد كان بيعمله ده كان قمه الرومانسيه. اه صح، برافو عليك، كان حلوة قمه جدا صح. الرومانسيه. ايوه، لانها نوع من انواع الرومانسية. ها. هو اداهم الوهم انه خلاص بقى مش هنعرف، وهنروح بقى اللي بنروحها كل سنة وخلاص الامور رخيص دي. وفجأة راح مطلعهم بقى اسكندرية اللي اجمد بكتير، فدي قمة الرومانسية فعلا. حقيقي. ان هو بيفكر ايه اللي يفرحهم على اه قد امكانياته، ده ايوه حقيقي. وبيخطط ويرسم للموضوع ويقعد له 6 7 شهور في التخطيطة دي. طبعا. وأنا شفته في اللحظة اللي هو رايح بيته عشان يقول لهم الخبر، وأنا شايف هو قد إيه سعيد إن ايوه هو عارف إن هم هيبقوا مبسوطين. فأنا يعني إيه، هي دي، هو ده بالنسبة لي قمة هي الرومانسية، دي الرومانسية. مفيش قمة أحلى من الرومانسية. كده. الله يمسيك بالخير يا عم السيد. الله يرحمك يا عم السيد، الله يرحمك. يلا صبح صبح صبح، صبح. صبح صبح يا برنس.